ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بيبقى معانا فيديو صغير هنحل فيه اسئله على مراجعه شهر اكتوبر، عشان عندكم امتحان بكره باذن الله. فالناس تركز معايا وتركز مع الاسئله دي، اسئله بسيطه ومفيهاش اي حاجه. الاسئله دي كلها سهله. اخر الفيديو هتكلكوا على افكار مهمه جدا الناس تفهمها، هتلاقي الدنيا معاها سهله. نبدا. بيقول لنا السنتي فيه كام مايكرو؟ اول حاجه السنتي 10 اس كام؟ 10 اس سالب 2. المايكرو 10 اس سالب 6. العشرة أس سالب 2 عشان توصل للعشرة أس سالب 6 الفرق ما بينهم كام؟ 10 أس 4. بس كده تمام. احنا طبعا دول عارفينهم من الحاجات اللي معانا، احنا كنا عارفين الفرق بين كل واحدة والتانية 10 أس كام؟ سالب 3. ماشي. بيقول لك جسمين لهم نفس كمية الحركة. أول ما يقول لك جسمين ليهم نفس كمية الحركة يبقى إيه؟ يعني بي واحد بتساوي بي 2. يعني إيه؟ ام واحد في واحد بتساوي ام 2 في ايه؟ في 2. الام واحد بكام؟ كتلة الأول بخمسة، سرعته ب20. ماشي. كتلة التاني 15، سرعته احنا عايزينها اصلا. لو عايزين نجيب في 2 هنقسم هنا على 15، نقسم هنا على 15، هتلاقي الإجابة طالعة معانا في 2 بتساوي 5 علامة 5 5. اللي اقسمها كده على الآلة عشان أنا مش معايا، اقسمها 20 على 3، شوف هتطلع معاك بكام. متهيألي هتطلع معانا يا اما هتطلع معانا جيم يا اما ب. شوف بقى عشان مش معانا آلة بس دلوقتي. تمام كده. يقول لك حاول شخص دفع صندوق كتلته 50 موضوع على سطح افقي خشن، والصندوق ما اتحركش. ادام الصندوق ما اتحركش يبقى ده نيوتن الكام؟ نيوتن الاول. ونيوتن الاول قلنا محصلة القوة بتساوي ايه؟ محصلة القوة بتساوي صفر. يبقى احنا دلوقتي لو عايزين نعرف نيوتن الاول، يا اما يقول لك محصلة القوة بتساوي صفر، يا اما بيقول لك الجسم ساكن، يا اما الجسم اتحرك بسرعة منتظمة. كل الحاجات دي نيوتن الاول. تمام كده. ماشي. نركز على السؤال اللي بعده. على ايه؟ على صيغة الابعاد. جايب لك دي وبيقول لك دي، وعايزين نعرف الاكس بكام والواي بكام. اول حاجة كيلو جرام اس اكس، دي على عايز اخليها في ام، هتبقى اس سالب واي. هعرفك ليه دلوقتي. اول حاجه دول مضروبين في بعض صح، ودول مضروبين في بعض. ماشي. الام مش هي وحده قياس الكتله؟ اللي هي كيلو جرام. يبقى الاكس هي اللي اس ام، يبقى كده الاكس بكام؟ بواحد. يبقى كده الاكس بواحد، يبقى دي غلط. والواي، الواي هنا سالب واي وهنا سالب 3، يبقى الواي بكام؟ الواي ب3. مفهومة كده؟ بالظبط. ماشي. بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين السرعة والزمن، فتكون الإزاحة بكام؟ هفهمك. لو العلاقة الشكل البياني لازم أنا أول ما أبص إيه اللي موجود هنا وإيه اللي موجود هنا. لو العلاقة علاقة قسمة يبقى كده هجيب ميل. لو العلاقة علاقة ضرب كده هجيب مساحة تحت المنحنى. يعني إيه يا باشمهندس؟ تعالى أعرفها. عايز الإزاحة. الإزاحة بتساوي إيه؟ السرعة في زمن صح؟ يبقى كده علاقة إيه؟ علاقة ضرب. يبقى هجيب مساحة الشكل ده. هجيب مساحته ازاي؟ ده مثلث، يبقى نص في القاعدة بكام؟ من الواحد لحد الأربعة. القاعدة بكام؟ ب3، يبقى نص في 3 في الارتفاع. الارتفاع اللي هو كام؟ طلع لحد فوق 30، طلع معانا ب45. يبقى لو العلاقة علاقة ضرب بنجيب مساحة تحت المنحنى. لو العلاقة علاقة قسمة هنجيب ميل. يعني ايه؟ لو شلت بقى الفي دي وحطيت لك هنا دي وقلت لك عايز السرعة، تقول السرعة بتساوي إزاحة على زمن. إزاحة على زمن، يبقى كده لازم نجيب لها ايه؟ نجيب لها الميل. تمام كده؟ تمام. يقول لك سيارة تتحرك في خط مستقيم وفيها شخص لا يرتدي حزام الأمام. لو السيارة وقفت مرة واحدة، ايه اللي هيحصل للشخص؟ هيندفع للأمام. ليه؟ بسبب القصور الذاتي. تمام كده. تعالى بقى نقيس ونبص على دي، علشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا، بتاع القدم ذات الايه؟ ذات الورانية. تعالى نبص عليه. بيقول لك ايه؟ لو احنا عايزين نقيس بالقدم بنشوف الصفر واقف فين ونقيس. اول حاجه واقف عند الاثنين، 2 1 2 و2 2 و3 2 و4. هتلاقيه بعد الاثنين و4 وشويه، يبقى 2 4 علامه. عايزين نعرف بقى هو مشي بين الأربعة وبين الخمسة وقف قد إيه. عايزين نعرف. يبقى عايزين نعرف نروح باصين هنا. اللي السهم فيه اللي تحت منطبق على اللي فوق. هتقول لي اللي فوق منطبق على اللي تحت عند ال7 بالظبط. مش بص السهم منطبق على اللي فوق، يبقى إيه؟ علامة 7. يبقى 24 علامة 7. الأسئلة بتاعت القدم مهمة جدا، خلوا بالكم منها. نبص على اللي بعد. بيقول لك القوة ايه؟ اف. والكتلة ام وفي وتي. بيقول لك الحاجات دي ايه علاقتها ببعض؟ القوة اف اهي، مش لو ضربتها في تي هتخلي لي دي اس سالب واحد؟ يبقى ام ال تي اس سالب واحد. طب الام في الفي، مش الام في الفي اللي هي ال تي اس سالب واحد، والام اللي هي تنزل ام، مش دي هي دي، يبقى ليهم نفس صيغة الابعاد. مفهومة؟ مفهوم. بدأ جسم حركته من السكون. أدام قال لك من السكون يبقى السرعة الابتدائية بصفر، يبقى الفي الابتدائية بتساوي صفر. فوصلت سرعته إلى الأربعة، يبقى الفي النهائية ب4.
في زمن قدره ايه 8. لو عايزين نجيب العجلة، ما احنا عارفين العجلة الايه بتساوي الفي اف ناقص الفي اي على التي. الفي اف بيتا 4، الفي اي بصفر، يبقى 4 ناقص صفر على التمانية هتطلع معانا بنص. ماشي. بيقول لك معاك شكل بالإزاحة والزمن في حالة انعدام القوة، ايه الشكل اللي فيهم هيكون ج. ليه؟ مش لو قوة تنعدم، يعني السرعة انعدمت، وفين اللي السرعة بتنعدم فيها؟ هتلاقيها دي. بس كده. نيجي لأسئلة المقال. بيقول لك ليه لما بنعمل عملية القياس بنكرر القياس بتاعنا كذا مرة، يعني بتقيس كذا مرة. ليه؟ علشان اما بتقيس كذا مرة وتيجي تاخد المتوسط بتاعهم بنحسن دقة القياس وبنقلل الخطأ في القياس. يبقى زيادة دقة القياس وتقليل الخطأ في القياس، زيادة دقة القياس وتقليل الخطأ في القياس. تمام كده؟ عشان بس لو كتبتها تاخد معايا وقت، فاحنا ايه بنقولها وانتوا بقوا ايه افهموها مع بعضكم كده واكتبوها بقى. ماشي. بيقول لك دلوقتي ينفع جسم بيتحرك في اتجاه الشرق العجله بتاعته تكون في اتجاه الغرب؟ هتقول لي اه يا باشمهندس. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك مش لو انت بتتحرك في اتجاه الشرق والعجله بتاعتك سالبه يبقى العجله في اتجاه الغرب؟ هتقول لي اه عندما تكون العجله سالبه. تمام كده؟ تمام. السؤال ده ما فككم منه، ملوش اي حاجه. استمرار ليه المروحه بتفضل تدور بعد انقطاع التيار الكهربي؟ عشان ايه؟ القصور الذاتي، القصور الذاتي. تمام كده؟ ماشي. نيجي نبص على ده. بيقول لك انهي في دول اللي السرعه بتاعته هتكون اكبر؟ اللي السرعه بتاعته هتكون اكبر يبقى بيتحرك في زمن قليل ومسافه كبيره. اللي فيهم ده بيتحرك زمن قليل ومسافه كبيره هتلاقيه من الايه لحد البي. من الايه لحد البي. كده كده السرعه هنا بصفر. ليه بصفر؟ بص، طول ما هو الخط بيوازي محور السينات يبقى سرعته بصفر. الخط بيوازي محور السينات يبقى سرعته ايه؟ بصفر. تمام كده؟ ماشي. الجرام وحدة قياس الكتلة في أنهي نظام؟ هتقولي في النظام الفرنسي اللي هو نظام جاوس. تمام كده؟ تمام. جسم تحرك من سكون يبقى السرعة الابتدائية بتساوي صفر. تزداد بمعدل منتظم حتى تصل إلى 50 يبقى دي الفي النهائية. خلال زمن 10 ثواني يبقى ده التي. عايزين نحسب العجلة يبقى الايه بتساوي السرعة النهائية 50 ناقص السرعة الابتدائية اللي هي صفر على الزمن اللي هو تي اللي هو ب 10. 50 على 10 فيها الخمسة. لسه حالين زيها فوق بالظبط. ماشي. يقول لك شاحنة محملة بالرمل تسير عبر طريق سريع تحت تأثير قوة ثابتة يبقى الاف بتساوي الام في الايه. بيقول لك الرمله بتقع واحده واحده. مش انت دلوقتي لو الرمله بتقع واحده واحده يبقى الكتله مالها عماله تقل، وادام الكتله بتقل يبقى العجله بتزيد عشان العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. تمام كده؟ تمام. بيقول لك هنا مديك صيغه ابعاد الايه، مديك صيغه ابعاد البي. عايز يجيب صيغه الابعاد لو ضربنا الاتنين في بعض. احنا قلنا صيغه الابعاد ينفع نضربها ونقسمها بس ما ينفعش نجمعها. هنا ضرب يبقى ينفع. اما نضرب الام هتتجمع مع الام يبقى ام اس 4، والال مع ال اس 2، والتي مع تي اس سالب 4. هنلاقي الاجابه الف. تمام كده؟ تمام. هنبص على دي. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب السرعه المتوسطه. مش احنا عارفين ان السرعه المتوسطه بتساوي ازاحه كليه على زمن كلي؟ هتقول لي اه. طب الازاحه الكليه بتساوي كام؟ الازاحه الكليه يعني ايه ازاحه اصلا؟ المسافه ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. المسافه ما بينهم كام؟ 12. تمام كده؟ ما ينفعش تقول لي 24 و12 و24. لا، انا بحسب من نقطة البداية لنقطة النهاية اللي هي 12 على الزمن الكلي. بيتحرك من ال بي ب 10 ثواني، من بي لسي ب 6، ومن سي لدي ب 14. يبقى نجمعهم كلهم هتلاقيها كام؟ المفروض ايه؟ يبقوا 30 ثانية. شوف بقى تطلع ايه؟ شوف هتطلع معاك بكام. هتلاقيها طالعة معاك على طول. المفروض يعني تطلع بالرقم ده. تمام كده؟ تمام. بيقول لك امتى السرعة اللحظية تتساوي مع السرعة المتوسطة؟ تعال اقول لك. مش انت لو دلوقتي معاك جسم هنا والجسم هنا قطع مسافة 3 في زمن قدره 10، مش احنا دلوقتي لو قلت لك احسب لي السرعة المتوسطة تقول لي الإزاحة على الزمن، واحسب لي السرعة اللحظية عند 10 3 برضه على الزمن. يبقى كده عندما يسير الجسم في خط مستقيم، عندما يسير الجسم في ايه؟ في خط مستقيم اللي هو اتحرك من هنا لحد هنا. تمام كده؟ تمام. خش على اللي بعدها. هنا ال V وال T لو عايزين نجيب ال A بنقسم ال V على ال T، يبقى دي علاقة قسمة، يبقى لازم نجيب الميل. شفت سهلة ازاي؟ عرفناها في الأول هنطبقها في كل حاجة بعد كده. طب الميل بنجيبه ازاي؟ يبقى تان الزاوية يبقى تان 45. ده كده تان بي. طب تان ايه؟ هنقول تان. اللي هيقول لي 15 غلط. لا، احنا بناخد الزاوية كلها. يبقى تان كام؟ تان 60. شوف هتطلع بقى معاك بكام.
بيقول لك ايه اللي في دول بنستخدمها في القياس المباشر الغير مباشر. بص، يعني ايه قياس مباشر؟ يعني انت بتقيس مره واحده بس. قياس غير مباشر انت بتقيس مرتين. اول حاجه بتقيس الكتله بالميزان، دي بتقيس مره واحده يبقى مباشر. الحجم بالمقبار المدرج بتقيس مره واحده يبقى مباشر. الكثافه بالهيدروميتر بتقيس مره واحده يبقى مباشر. يبقى هو ايه؟ ده اللي غلط. ليه؟ مش انت دلوقتي لو عايز تقيس مساحه غرفه بالمتر الشريطي بتقيس الطول، بعد كده تقيس العرض وتضربهم في بعض، قست مرتين، يبقى ده قياس غير مباشر. اي الكميات الاتيه كميه فيزيائيه مشتقه. بص، الكميات الاساسيه احنا عارفين الاساسيه، اي حاجه غير كده تبقى مشتقه. ايه الاساسيه؟ طول كتله زمن. ايه الاساسيه؟ طول كتله زمن. يبقى المشتق اي حاجه، الشغل مشتق، الحجم مشتق، الكثافه مشتق، بس كده. سهله ما فيهاش اي حاجه. امتى الجسم يكون ساكن؟ اما دي يوازيها. مش انا لسه قايلها فوق؟ قلنا اما الاتنين يوازوا بعض يبقى كده السرعه بصفر. هتقول لي اه، يبقى الجسم ايه؟ ساكن. تمام. بيقول لك سيارة تتحرك على طريق أفقي بسرعة ثابتة. قلنا سرعة ثابتة، يبقى ده نيوتن الكم؟ هتقول لي نيوتن الأول. نيوتن الأول يبقى القوة اللي بتاعة الاحتكاك بتساوي القوة التانية، قوة المحرك. الاتنين بيساووا بعض، عشان مجموع القوة لازم يساوي صفر. تمام كده؟ تمام. نخش على إيه؟ على اللي بعده. بيقول لك أي العجلة التي يتحرك بها الجسم من سي إلى دي. إيه العجلة اللي يتحرك بها من هنا لحد هنا؟ إحنا عارفين العجلة التغير في السرعة على الزمن. السرعة الابتدائية هي هنا بكام؟ ب20. والسرعة النهائية بصفر. يبقى السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية اللي هي ب20 على الزمن. اتحرك من 8 لحد 12 في زمن قد ايه؟ 4. يطلع معانا بسالب 5. سالب ايه؟ سالب 5. ماشي. في الشكل المقابل تؤثر 4 قوى على جسم مقداره 10 فتحرك بعجلة منتظمة مقدارها 10. فإن مقدار القوة. ماشي، عايزين نحسب مقدار الايه؟ القوة. يبقى كده اللي مع الحركة ناقص اللي ضد الحركة بيساوي الكتلة في العجلة. تمام كده؟ يبقى عايزين نحسب ايه؟ مقدار الكتلة، القوة دي. أول حاجة أثرت عليه قوة كده، يبقى ده اللي هتشد، يبقى الإف ناقص المية اللي هي ضد الحركة بتساوي الكتلة اللي هي بكام؟ ب10 في العجلة اللي هي بكام؟ ب10. تمام كده؟ تمام. يبقى كام ناقص 100 يدينا 100؟ هتقول لي 200. سهلة سهلة. نيوتن التاني، لو حليت بالطريقة اللي أنا أقولها لك دي هتحل أي مسألة. نيوتن التاني اللي مع الحركة ناقص اللي ضد الحركة بيساوي الكتلة في العجلة. بيساوي ايه؟ الكتلة في العجلة. يعني ايه اللي مع الحركة؟ المية شدته كده، ده اللي مع الحركة، ناقص اللي ضد الحركة. المية بتشد الناحية التانية، يبقى ده اللي ضد الحركة، بتساوي ايه؟ الكتلة في العجلة. بتساوي الايه؟ الكتلة في العجلة. هتلاقوا في الورق اللي انا هنزله لكم ان شاء الله، او اللي انتوا خدتوه مني في الحصة. بيقول لك عربة كتلتها 1000 وواحدة تانية كتلتها 2000، ليهم نفس العجلة. ليهم نفس الايه؟ نفس العجلة. عايز القوة المحصلة على العربة ذات الكتلة الأكبر. قد إيه القوة التانية؟ اللي كتلتها كبيرة، مش إحنا عارفين إن الإف بتساوي الإم في الإيه؟ كده كده الكتلة ثابتة فملهاش علاقة. يبقى الإم، يبقى الإيه قصدي، يبقى اللي العجلة بتاع الإيه ثابتة، يبقى فاضل لي الإم. يبقى اللي الكتلة بتاعته كبيرة هو اللي القوة بتاعته كبيرة. إيه اللي القوة بتاعته كبيرة؟ الكتلة بتاعته كبيرة أهي. يبقى القوة بتاعته إيه؟ أكبر. يبقى الكتلة الكبيرة هتساوي ضعف القوة الايه؟ الصغيرة، عشان الكتلتين ضعف بعض، يبقى القوتين ضعف بعض. هي بالظبط. عايزين نشوف. بيقول لك صيغة أبعاد إكس أهي باللي هي إيه؟ ام ال تي أس سالب 1. صيغة أبعاد واي أهي اللي هي ام ال تي أس سالب 2. زد أهي اللي هي تي. مش لو قسمتهم على بعض، اللي هو قسمت دي على دي هتديني تي؟ هتقول لي لأ، اقسم العكس. هقول لك صح، أنت صح. لو قسمت إكس على واي هتساوي لي ايه؟ هتساوي لي زد. اكس على واي هتساوي لي ايه؟ زد. اعملها كده مع بعض، هتلاقي الام طارت مع الام والال طارت مع ال. في فوق هيبقى تي اس سالب 1 وتحت تي اس سالب 2. عند الطرح، عند القسمة نطرح الاس، يبقى تي اس سالب 1 ناقص سالب 2 هتدينا تي اس سالب، هتبقى موجب 1 بقى على طول. ليه موجب 1؟ ما هي سالب سالب. بس كده، مفيهاش اي حاجه. بيقول لك يعدو شخص يسير في مستطيل ابعاده 50 و40 اكمل دوره كامله في زمن قدره 100 ثانيه. عايز مقدار السرعه المتوسطه. السرعه المتوسطه بتساوي ايه؟ يعني انت اتحركت من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ورحت راجع تاني. مش انت لفيت دوره كامله؟ مش نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يبقى الازاحه بصفر، وادام الازاحه بصفر يبقى السرعه المتوسطه بصفر. مفهومه؟ السؤال ده مهم جدا واحتمال يجي بكره. بيقول لك ايه العلاقة ما بين البي اللي هي كمية التحرك والفي؟ مش احنا عارفين ان البي بتساوي الام في الفي؟ العلاقة هنا على نفس السطر، يبقى العلاقة ايه؟ طردية. يبقى العلاقة ايه؟ طردية.
يقول لك يتحرك قطار على طريق مستقيم في اتجاه واحد بحيث يقطع نص المسافة بسرعة 60. يبقى انت ايه؟ مثلا بدأت من هنا، رحت نص المسافة دي قطعتها بسرعة كام؟ 60. يبقى ال V بتساوي 60 كيلو متر بسرعة. مثلا قطعتها المسافة دي سميناها دي أو سميناها س صاد أي حاجة. وبيقول لك نص المسافة التانية اللي هي برضو اسمها دي قطعها بسرعة 120 ايه؟ كيلو متر على ايه؟ على الساعة. عايز السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة بتساوي ايه؟ هي السرعة المتوسطة بتساوي إزاحة كلية على زمن كلي. ماشي. الإزاحة الكلية دي زائد دي، صح؟ البتاعة كلها دي زائد دي، صح كده؟ هتقول لي تمام. يبقى الإزاحة الكلية اسمها 2 دي على الزمن الكلي. يبقى انا محتاج اعرف الزمن. مش انا لو عايز اجيب الزمن هقسم السرعه المسافه على السرعه، هتقول لي اه يبقى دي على الستين زائد، هتقول لي دي على المية وعشرين. هنعملها تحت هنلاقيها طالعه معانا. يبقى ايه ده كده الزمن؟ الزمن بتاع الاولاني دي على الستين، الزمن بتاع التاني دي على المية وعشرين، نعوض بيها هتلاقيها طالعه معانا. هتشوف فيها حاجه صعبه؟ تعالى نعيدها تاني بالراحه. بالراحه، هو سؤال سهل اصلا ما فيهوش اي حاجه، بس ايه مهم جدا. تمام كده تمام. تعالى ايه نحله مع بعض. نحلها بلون تاني. انا مثلا لو قلت لك اتحركت من الف الى ب اللي هي نص المسافه، رحت انا مسميها دي. تمام كده يا عم، سميها نص دي اهي، نص دي ودي اسمها نص دي. تمام كده. اتحركت النص دي بسرعه 60 والنص التاني بسرعه 120. مش احنا عايزين نجيب السرعه المتوسطه؟ السرعه المتوسطه بتساوي ايه؟ ازاحه كليه على زمن كلي. الازاحه الكليه دي نص دي ونص دي، يبقى الازاحه الكليه بكام؟ بدي كامله على الزمن الكلي. الزمن الكلي اللي هو كام؟ هي كده محتاج حاجه احسب الزمن. مش التي بتساوي الازاحه اللي هي نص دي على الفي، صح كده؟ يبقى نص دي اللي هي دي على الاتنين على الستين. لو عايز احسب الزمن التاني برضو نفس الكلام، هيكون دي على الاتنين على المية وعشرين. هتجمعهم مع بعض تطلع تعوض هنا، هتلاقي الدي طارت مع الدي، وشوف الرقم يطلع لك كام. حد شايف فيها حاجة صعبة؟ الدنيا سهلة وما فيهاش أي حاجة. كده احنا ايه خلصنا الأسئلة السهلة. نرجع بقى لحاجات مهمة جدا لو خدنا بالنا منها هتقفل الامتحان بكرة بكل سهولة. والامتحان إن شاء الله مش هياخد معاك أي وقت وهيكون سهل جدا. بص، بيقول لك من أمثلة القياس المباشر إنك تقيس كتلة بواسطة الميزان. ده كده إيه؟ مباشر، فده كده اللي صح على طول يعني. من أمثلة القياس الغير مباشر إن أنت تقيس طول شخص بواسطة المتر. لا ده صح عادي مباشر. حجم مكعب بواسطة قياس طوله. هتقول لي هتقول لي ازاي؟ هقول لك مش انا لو قست الطول هحتاج اقيس العرض، هحتاج اقيس الارتفاع، يبقى قست ثلاث قياسات، يبقى قياس ايه؟ غير مباشر. تمام كده تمام. عشان نعين حجم سائل لو وقفنا كده لازم أن يكون ايه؟ من عملية القياس الايه؟ المباشر. ده قياس الايه؟ المقبار المدرج. فالمقبار المدرج لو بصيت عليه بتقيسه مره واحده يبقى قياس ايه؟ مباشر. السؤال ده مهم جدا 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 جدا. تمام نركز فيه. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك قضى شخص سياره في خط مستقيم فقطع مسافه كذا في زمن كذا. يبقى مثلا من انت مشيت من هنا لحد هنا قطعت مسافه، يبقى الدي بتساوي 8 علامه 4 في زمن قدره قد ايه؟ 1 علامه 2 ساعه. تمام كده. بيقول لك الوقود نفذ منك فسبت السيارة هنا ومشيت لحد محطة البنزين. تمام كده. المسافة ما بينك وبينها كانت 2 كيلو، يبقى دي بتساوي 2 في زمن قدره نص ساعة. صح كده؟ صح. عايز بقى مقدار السرعة المتوسطة من بداية الحركة لحد نهايتها. يبقى عايز السرعة المتوسطة من أول ما أنت مشيت من هنا لحد هنا. السرعة المتوسطة بتساوي إيه؟ إزاحة كلية على زمن كلي. الإزاحة الكلية بكام؟ هتقول لي 8 علامة 4 زائد 2 على الزمن الكلي اللي هو ده زائد ده. هتعملها هتطلع معاك على الآلة على طول، سهلة ما فيهاش أي حاجة. المطلوب التاني هو اللي مهم نركز فيه. بيقول لك لو الشخص ده اللي هو كان هنا ده رجع تاني للسيارة مرة أخرى، عايز بقى السرعة المتوسطة. نفس الكلام، السرعة المتوسطة بتساوي إزاحة كلية على زمن كلي. الإزاحة بكام؟ هتقول لي مشي هنا من نقطة البداية لحد نقطة النهاية، عشان هو رجع واقف هنا يبقى الإزاحة بكام؟ بتمانية علامة أربعة. الإزاحة بتمانية علامة أربعة. هتقولي ليه ما حسبتش الاتنين دي والاتنين اللي رجعهم تاني؟ عشان احنا عارفين إن الإزاحة من موضع البداية لموضع النهاية، فالإزاحة هتكون بتمانية علامة أربعة على الزمن الكلي اللي هو إيه؟ 12 من 100 زائد النص زائد اللي هو رجع فيهم اللي هو إيه؟ الستة من عشرة. شوف بقى تطلع معاك كام على الآخر. تمام مفيهاش اي حاجه، سؤال مهم جدا وحليناه بكل سهوله.
ماشي، السؤال ده مهم برضه. ماشي، هنا ايه دي وهنا ايه تي. بص بقى، المراحل التي توقفت فيها الفتاة، احنا قلنا توقفت فيها يعني السرعة ايه؟ السرعة بصفر، وقلنا ادام السرعة بصفر لازم ناخد حاجة بتوازي محور السينات، يبقى دي ودي، يبقى بي سي ودي اي. يبقى الفترة دي السرعة بصفر الفتاة توقفت، والفترة دي السرعة بصفر الفتاة برضو ايه توقفت. تمام كده؟ تمام. خش على المطلوب اللي بعده. اكبر سرعة، قلنا اكبر سرعة يبقى اتحركتها في زمن قليل واتحركت مسافة كبيرة، هتلاقيها من ايه لحد البي، اتحركت مسافة كبيرة في زمن ثانيتين. ادام هنا بصفر هنا بصفر، هنا اتحركت سرعة بالسالب، يعني سرعة بالسالب جدا، فايه مش هينفع. ادام دي اتحركت سرعة مسافة قليلة في زمن ايه؟ في زمن كبير، فهنا ايه دي اللي صح. تمام كده؟ اللي هي من ال بي. بيقول لك ليه السرعة التي عدت بها الفتاة سالبة؟ ليه السرعة التي عدت بها الفتاة سالبة؟ عشان انت يعتبر رجعت عكس اتجاهك، مش انت كنت ماشي كده رحت رجعت لي كده، فالسرعة لازم تكون ايه؟ سالبة، علشان انت رجعت ايه؟ مشيت في عكس الاتجاه بتاعك، عكس اتجاه الايه؟ الحركة. عايز السرعة المتوسطة. بص هنبصمجها لحد ما ايه، احنا كده كده فهمناها في الحصه. فقلنا اول ما نشوف السرعه المتوسطه على جسم كامل يبقى السرعه المتوسطه بتساوي صفر. ليه صفر؟ بص، عشان احنا عارفين السرعه المتوسطه بتساوي ايه؟ ازاحه كليه على زمن كلي. الازاحه الكليه انا بقول لك طلعت فوق 3 رحت رجعت لي 3 كام تاني، يبقى الازاحه بكام؟ بصفر. صفر على حاجه بصفر، يبقى الازاحه الكليه بتطلع فوق 3 وتنزل 3 تاني، يبقى الازاحه الكليه بكام؟ بصفر. عشان كده المساله السرعه المتوسطه بصفر. اول ما تشوف شكل رسمته كامله وبيقول لك عايز السرعه المتوسطه عليه، ادام كمل البتاعه كامله يبقى السرعه المتوسطه بايه؟ بصفر. تمام كده؟ تمام. خش على السؤال اللي بعده. ده احنا لسه حايلين زيه. هنا السرعه بتساوي ازاحه على زمن، ايوه علاقه ميل، فخلاص هنقول تان. التان ايه؟ اللي هو تان 45 على تان بي اللي هو تان 30. شوف هتطلع ايه؟ شوف هتطلع معانا بكام. تمام كده؟ تمام، هتطلع معانا بجذر 3. ماشي، نركز دي العلاقة ما بين الدي والتي. أول حاجة عايزين السرعة. السرعة أدام العلاقة بتطلع هنا يبقى السرعة موجبة، يبقى خلال الفترة اي بي يبقى منتظمة موجبة، خلال الفترة سي دي منتظمة سالبة عشان بتنزل ايه؟ تحت. بي سي احنا لسه قايلينها 100 مرة النهاردة، سرعة ايه؟ تساوي صفر عشان الخط بيوازي. طب عايزين نجيب بقى ايه؟ عايزين نجيب شكل السرعة. احنا قلنا في البي سي مالها؟ في البي سي قلنا بصفر، يبقى دي صح. البي سي بصفر دي صح، دي هنا مش بصفر يبقى العلاقة دي غلط. هنا بصفر يبقى دي صح. أول حاجة، هل السرعة من ال بي بتساوي السرعة من سي ل دي؟ تعالى امسحها لك عشان تكون باين. هتقول لي لا، ليه؟ عشان هنا اتحرك نفس المسافة بس في زمن مختلف، فالسرعة اي بي هتكون أكبر عشان مسافتها، عشان الزمن بتاعها ايه؟ قليل. هنا الزمن كبير يبقى المسافة ايه؟ يبقى السرعة ايه؟ قليلة. هتبقى أنهي علاقة؟ هتبقى د. تمام؟ تمام. ده آخر حاجة، يعني ممكن نحل السؤال ده آخر سؤال، وإن شاء الله ايه ربنا يكرمكم بكره وتطلعوا من الامتحان ايه؟ مجبورين الخاطر. عايزين السرعه المتوسطه. السرعه المتوسطه بتساوي ايه؟ ازاحه كليه على زمن كلي. الازاحه الكليه عند الزمن باتنين، عند الزمن باتنين هطلع فوق. تمام. يبقى الزمن الكلي كده كده باتنين، مش احنا عارفين اهو من صفر لاتنين، يبقى الزمن باتنين. الازاحه الكليه من هنا لحد هنا طلع كام؟ 10. يبقى 10 على الاتنين فيها الايه؟ فيها الخمسة. نيجي من صفر لحد الأربعة. خلاص من صفر لحد الأربعة، يبقى هنا اهو من صفر لحد الأربعة، يبقى أنا وقفت هنا. يبقى كده الزمن بكام؟ من صفر لحد الأربعة. هاخد الأربعة. الزمن بقى هنبص، أنا بقول لك مشيت كده 10 رحت راجع 5 اللي هو هنا. هنا دي 5 رحت راجع 5، يبقى أنت كده عملت إزاحة كام؟ مشيت قدام 10 رحت راجع منهم 5، يبقى أنت كده مشيت إزاحة كام؟ هتقول لي 5 صح، يبقى 5 على الأربعة. تمام كده؟ تمام. خش على السؤال اللي بعده. يقول لك عايز برضو السرعة المتوسطة من الثانية 4 للثانية 7. من الثانية 4 اللي هي هنا، نمسح بس عشان نركز. الثانية 4 اللي هي هنا للثانية 7 اللي هي هنا، يبقى دي الإزاحة بتاعتها. يبقى كده من 4 ل 7 كام ثانية؟ هتقول لي 3 ثواني. طب الإزاحة بكام؟ أنت كنت واقف عند الخمسة نزلت لحد السالب 6، يبقى إزاحتك كام؟ هتقول لي سالب 11. ليه؟ من الخمسة للصفر ادي كده سالب 5، ومن الصفر للسالب 6 ادي كده سالب 6، يبقى مجموعهم كام؟ سالب 11. هتلاقيها طالعة برضه معاك ايه؟ على طول. اخر واحدة بقى في الفيديو وان شاء الله ايه الناس تكون فهمت وعملت اللي عليها. احنا لسه قايلينها يعني من غير ما انا احل السؤال، قول كده الاجابة في سر. لو صح يبقى انت كده فهمت الفيديو والدنيا معاك تمام. عايزين السرعة المتوسطة من اول الصفر لحد التمانية. يا سرعة متوسطة
بصفر. ليه بصفر؟ عشان الازاحه بصفر، اللي انا طلعتهم فوق رجعتهم تاني، يبقى الازاحه بكام؟ الازاحه بصفر. ادام الازاحه بصفر يبقى السرعه المتوسطه بايه؟ بصفر. ده كانت نهايه الفيديو. ان شاء الله تكونوا الدنيا استفدتوا بيها. ان شاء الله راجعنا النهارده الكل النظري مع بعض، حلينا اهم المسائل. قلت لكم اعمل لكم فيديو عشان الدنيا تكون معاكم مظبوطه فيها. يا رب تكونوا استفدتوا، واي حد محتاج اي حاجه يبعت لي اي حاجه على الواتساب، ما تقلقوش من اي حاجه.